المقدس والمسجد الأقصى نيرنا عبيت سبات نيروم كملوا علم درجة 450 سبات متيوم وكلهم بزعبة نيزي المسجد الأقصى تزاربهم نقلت معلتي نيرنا بزح علماء تفعل لي زرباتات نيزي مسجد زي ربي سبحانه وتعالى أب فلسطين زقبره وحقي ناي تكسلمنا كمخانو زانتون تاريخون وكندمنتاي يسعرو خمزلو حواتنا فلسطين أب غزة أب فلسطين دلو نزي مسجد زي كالخلو نفسه من نبرته من جنزبه من دمه من دافسسو يقالسو خمزلو بزعبو تزاربنا حجي حادة كافتي تزاربو مشايخنا أربع حديث نا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاب استفعل عليه مصاحفتي أكيبهم بتسند ناتهم سمعوه كم مشايخهم كم أون كسب نب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دبتصح سند وإسناد دبهال نجيرو منه وزي 4 حديث كاب مشايخهم قريئهم إجازة هيبو منا مالتيو كم تريئو أبي سفحان هلو 4 مشايخ علماء عبيتي هذا قبأتهم الشيخ الدكتور يحيى عبد الرزاق الغثاني فقاده بني بعر نزيئة أحاديث 40 كم ببن كم أون الأستاذ الدكتور كعا بالخير طاهر الإدريسي كاب جزائر ومخا الأستاذ الدكتور وصفي عاشور أبو زيد زون كاب مصر برضو إجازة هبني نزن 4 حديث كم ببن وإجازة خان أخاتكم كبكم كم أون الشيخ الجليل العلامة المحدث الشهير دما خليل الرحمن سجاد النعماني الندوي خاني هبني مالتي فقاد نزن حديث 4 ازيو تي مصحف تريقوا لكم كبرات سمعتنا نخنببه وي كعدقون تلادليو 4 حديث بزعبا ناي بيت المقدس كم أون عسرت حديث ناي بيت المقدس عسرت دما ناب بلصت ناي جهاد والرباط في سبيل الله كم أون ناي بهريات مجلسات كجوب زجباء مؤمن مجاهد مؤمن كون كله في سبيل الله سنتاي بهرياته عسرت أحاديث دما ناي بشارات سيدنا محمد نقرونا أن مسجد الأقصى كملسيو ناب دق إسلام زبل الذي حجين بقر أبتن 4 حديث كن أتوينا جزيم أنتن كينا وحنا كم أمون عن زربا خين بزحلكم كله ننببو زربا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي أفتاجنا مسؤوم قبرنا جيراننا توم قبرنا قرابتنا توم قبرنا يا رب ندابلنا ننبب جي كم ببالكم إيه بس المهم من بابي بمنتهي كجمرة الأحاديث حديث الرحمة المسلسل بالأولية للبهال الله تمهرون أي حديث فلطوة يمزي جيتي حديث الرحمة المسلسل بالأولية بهال كله كلهم كم مشايخ كنا نقولون كله أزي حديث زي بالفعل لأن مجمر يا جيزي خو كابل شيخ ناتي سمعوا له تخاهم أيبل تلماهم أيبل جاء أنا إن مجمر يا جيزي سمع له خذ حديث زي
كاب شيخنا الشيخ دكتور يحيى الغوثاني. انتهى يبل شيخنا الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني يبل: لقد حدثني بحديث الرحمة المسلسل بالأولية مسند العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني الشافعي. يا وكيالة الذلي وكيالة نقبر علينا انت نصبق لنا احنا ننبب. أدت المرتزي كبرات سمعتنا ناي خصائص هذه الأمة، فإحنا كأخ مشايخنا سمعنا نعخذكم ما نسمعكم لنا سقاتكم كأني نزدل لكم تسمعوا الدليل تسلسل كساب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبصح لها درسها سيدنا محمد الله خمالتي ريت رديكم ازيتي بركة نيزي حديث زي لما مسأتهم كتكون كلخا واتبع سبيل من أناب إلي ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذي إذن بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الرحمة المسلسل بالأولية. يقول شيخنا الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني المدني: لقد حدثني بحديث الرحمة المسلسل بالأولية مسند العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني الشافعي، ومحدث المغرب العلامة الشيخ عبد الصداق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، والعلامة المسند الشيخ زكريا عبد الله بن بيلا المكي الشافعي، والشيخ عبد القدار كرامة الله البخاري، والمحدث الشيخ إبراهيم بن داود فطاني المكي، وهو أول حديث سمعته منه. خمستهم عن محدث الحرمين الشيخ عمر حمدان المحرسي، وهو أول حديث سمعه منه. قال حدثنا أبو النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الوجيه عبد الرحمن الكزبري الحفيد الدمشقي الشافعي سماعا إن لم يكن إجازة يعني تحويل الحديث. وحدثني به المعمر إلى ما فوق 100 الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي عبد الحي الكتاني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الله السكري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به الكزبري، وهو أول حديث سمعته منه بأولية إضافية. قال حدثنا بدر الدين محمد بن أحمد المقدسي الشهير بابن بدير في داره الملاصقة المسجد الأقصى، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا مصطفى أبو النصر الدمياطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عقيلة، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد الدمياطي المعروف بن عبد الغني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا معمر بن عبد الرزاق المنوفي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به الشيخ المعمر أبو الخير بن عموش الرشيدي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الإمام الشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي الشهير بن حجر العسقلاني رحمه الله ورحم الله الجميع، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسن العراقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا نصر الدين أبو الفتح المديومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا مسند بن مصر عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الحافظ الشهير أبو الفرج المعروف بن جوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري الشهير بالمؤذن، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا مسند النيسابور أبو طاهر محمد بن عبد محمد بن محمش الزيادي، أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا شيخ الفقهاء بمكة أبو محمد عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود وغيرهم من أهل العلم، وقد قرأنا عليكم من بيبنا لكم بالسند. وأنا وين أول حديث سمع له خب شيخنا الشيخ محمد شيخ يحيى بن عبد الرزاق الغثاني، لذلك إزي بهال التسلسل بالأولية. هجي زياتهم عبيت المشايخ نقركم زي حديث 40 في بيت المقدس وفضل بيت المقدس أم بيبوملنا وإجازة لما هي بمنا، ونحن الآن نبوبلكم وإجازة لما نهبكم. الحديث الأول مجمر يا حديث: المسجد الأقصى ثاني مسجد في الأرض. مسجد الأقصى مبالكال أي مسجد لسراح أمريات. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. قال أي حديث المسجد الأقصى القبلة الأولى للموحدين. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. إذن كلتا قبلة حمد الله أبعدنا أباتة فلتي مبال سلساي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. مبل رابعي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، وفي رواية ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مبل حمشاي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما 2 فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. مبل شرشاي. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس، خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير من الدنيا وما فيها. مبل شاوعي. عن عبد الرحمن بن الشماسة أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده: طوبى للشام. فقلنا: ما باله يا رسول الله؟ ما باله يا رسول الله؟ قال: إن الرحمن لباسط رحمته عليه. الله أكبر، الله أكبر. مبل شمشاي، مبل شامناي حديث.
عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. الله أكبر. مبل تشعي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذا كن شرحوا لنا مهم سلازقنا كله مهم، لكن تابعوا النبي سيدنا محمد يقولوا أب زبن زي لابد داسي قال سبات كهلوا له زم سبات زياتهم حيلن كئلة رب سبحانه وتعالى دهبهم ونتم صلاة دماني يحرقوا ورب ما سبحانه وتعالى ينصرهم كم أمن أي قدسهم يوم أنصارهم دخده وي زخالفهم وربي سبحانه وتعالى عبين سري يهبهم ويحجزهم كسع يوم القيامة دمت دحرايلهم أبين لو زم سبات زياتهم يا رسول الله أبين لو زم سبات زياتهم إلى مسحته سيدنا محمد إلهم زياتهم بيت المقدس يمدلو بيت المقدس كم أون وأكناف بيت المقدس أكناف مالت أبتي قروابتو مالتي أبتي قروابتو وحجي خم نحنا نرئيز لنا حواتنا غزة كملهم قالوا سوزلو إزي حديث زين عاتهم بشراتيو وأنت ترى موتهم شهدائهم وجنة عبي يصبيهم الله وأبقوا نوع من قد خمد له نرقاقز. مبل عشراي عن ضمرة ابن حبيب أن ابن زغب الإيادي رضي الله تعالى عنه حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله تعالى عنه فقال لي وإنه لنازل علي في بيتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر عليهم ثم قال ليفتحن لكم الشام والروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الغنم حتى يعطى أحدهم 100 دينار فيسخطها ثم وضع يده على رأسي أو هامتي فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. نعم مبل عسرت حدي بزعباء ناي فضائل الرباط والجهاد والصمود أهداف هذه العشرية النبوية عندما نقر حب أهل الجهاد والرباط وتعظيم قدرهم وإدراكهم مكانتهم يعني جاءتهم كفتوهم من ودعاهم قبل اللهم يقب عنا مبل كالآي تبيت النية وعقد العزم على مشاركة أهل الرباط عملهم يعني النية خن أثر علينا مستوى مجاهدين كنكون نية خن أثر علينا مستوى مجاهدين كون مبل ثالثاي توسيع مدارك الفهم في معاني الجهاد والرباط قصد المساهمة في هذا الثغر بمفهومه الواسع إذي أتي جهاد ترايت أبنجحيسكا حفا بالك خير كم موقع يكونن جهاد نفسك أخت الريال لك جهاد دعاء ضروري ما لك جهاد بجنزبك تجاهد جهاد إذا مفهوم زخاني كن ردادي نابل اللوم مبل عسر تحري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعونه قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول لا تستطيعونه وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى مبل عسر تقلتين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات
لما يرى من الكرامة. الله أكبر. مبل 10 عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. مبل 10 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. يا سلام، هنيئا لأهل غزة. مبل 10 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتله المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. مبل 10 عن أم مالك البهزية رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس أجرا؟ قال رجل أخذ برأس فرسه فيأتي العدو يخيفهم ويخيفونه. 10 عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، الروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. 10 عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. 10 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أو لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. 10 مبل 10 حديث عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم إنا نسألك الشهادة، اللهم إنا نسألك الشهادة، اللهم إنا نسألك الشهادة. مبل أبكال أي 10 أتوينا 20 حدن ساتر كأ بزعبا نايتي بهريات مجلسات في سبيل الله دواجا من كمخانو انتهي بهرياتو إذا جلس إلى مخا فثلاثة فائدة ذكرهم بنتين كين دونجي تخلنا أبتن أحاديث كن أتوينا. مبل 20 حدن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وهو على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 20 كلتن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية مسلم حبسهم المرض. 20 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. 24
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. الحديث 25 مبل عسران حمشتان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مبل عسران شدشتن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم اجعلنا من مخمومي القلب. مبل عسران شوعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. عسران شومنتن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. عسران شعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. مبل 3. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هجي أبتن عسرت مترشتا تلفنان دلوا كن أتوينا تخاء بزعبا ناي وسائل النصرة والرباط بزربتي أجباب ناي بخمي جروتي عود كم دمتنا نزي مسجد زي أبيدنا خم الملتو خم جرنا خم نملس بزعب يود الزرب قدما يلكام بيان مختلف وسائل الرباط والنصر المسجد، يعني بيستفعل عليه من قد جركان نزي مسجد زي كتعوتات خيل قال أيدي ما يلكا الإنفاق في سبيل الله في جنزب كابين أبطبق بتحسق إليها. مبل سايد ما الحث على نصرة أهل الحق وتوسعانتهم دك سبعة دماني تعوعي تقبر زي مسجد هنايو كنك على سال النخ سعد ملس بعد يلا صدقة وصو يلا تجاهدوا يلا زكاة لكم قبروا كاري يترف أبعدها خلقها أبزلها قونكا دعاة قبر لهم أسلاما بمخنكا إذن قريزي حمكا حمد خوني اختفلت أبقى من ربي سبحانه وتعالى. مبل 3 حدا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب:
وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ثلاثان كلتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. مبل ثلاثان. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. مبل ثلاثان أربعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وفي رواية أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. ثلاثان حمشتن. عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. زي حديث زي بطعمي كبير زخونا حديثي وزن كل حجة قصبات أهل غزة للزارة بيدلوه بحماق ربكم فرحوه لبلوم يقبأنا دحرد أني نزون سبات زي أتم ربكم فرحوه اللام رب سبحانه وتعالى حو جهنم كبقتنا يوم القيامة يرحق لنا. ثلاثا شدشتن. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر ايتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. يا سلام يا سلام. مبل ثلاثان شوعة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. مبل ثلاثان شمنتن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مبل ثلاثان تشعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. مبل أربعة. مترشت حديث يبلو الشيخ يحيى الغوثاني وشيخنا الشيخ وصفي عاشور أبو زيد وشيخنا الشيخ بالخير والشيخ العلامة خليل الرحمن سجاد الهندي الندوي كلاتهم بسندناتهم زي أحاديث زي أسمعوا منه وإلى أصحاب الكتب كم زبلوا مجرس حديث يبلو. عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى آتي العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بار أربعة حديث كبرات سمعتنا أحوات أحاتن أم بيبنا لكم زي مؤتمر زي أمناء الأقصى الدبهال للدعاة والخريجين أتي مراحيناتو وي
تي رئيس مجلس الإدارة طيب بها بتقرينها يفلطن لكن شيخنا الشيخ عصام البشير إيوم الشيخ عصام البشير وين فرم لي الحمد لله لهلكم فيرما يا شيخ عصام نعوخي مزقلكو وين خبزي درسزي كعصو أيفتون بار سند كاباي كوسد دلي من مشجر بالليل شمو يزداد لي صحيفة مزوم عبيت علماء فريمة قصد لي إن شاء الله أبعدو أبزل وعدي حاو يخون حفتي بشرط تمهراي نشرع خونا له بشرط زي أحاديث زي عرب ومعمق عرب الناس لزخنا خردو اللو وبؤوخ سرح اللو سريح ما تاوي تقبر ونعي دعاء يقبر اللي بزيتي السند كالي ترى تعشمو تلي كوين ما تلي فلد نحرد أخوينو زي لما عنتي ذنب كلكم بركة ناي تمهرتي بركة ناي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة ناي مجالس الخير وسيدكم لكم إن شاء الله نا كله أحواتنا أسلام أحواتنا كلهم نزلنا جزيرة القدسو شيرك تقبروا لي نبوزو حساب كتب صحو تسفى قبر الدال على الخير كفاعله كم زن دابلكو يا ربي سيدنا محمد الراخبنا يا ربي كم مزم علماء زرخب كنا مزياتهم سمعنا كندي أحاديث كندي تتقيمنا خماتهم أي تخلق عنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون كم دا قبركو زرباي وعطوكم أون زي مسجد زيت الإواد اللخم بدحري مسجد الأقصى بيت المقدس كملسيو ناب كمتي سمعنا يا خب سيدنا محمد ناب إيد أسلام كملسيو أسلام كعوة يوم ربي سبحانه وتعالى عمرنا ينوحيو إذن نسر زي كندرئي كمتي ربي سبحانه وتعالى نسوريا كابتي كابيد ظالمين منطلو ربي سبحانه وتعالى نزم حواتنا ذهبه ربي سبحانه وتعالى يكأليو قدم إذا أتم إرهابيين يوم إذا أتم الحرحرتي يوم إذا أتم كمزي يوم دبها زنبره لو من هلنا نسمع لنا حبرات من قستاتنا على مسأتهم كلا ليو دليو مسأتهم كفبلو دليو نساتهم من لبامات كوينهم لازم كلهم نحبرات من قستات عالم من تقبلهم ونقعدات الظالم هنا وسألنا قعدات الظالم هنا القسلنا إلهم تحقسهم أب سوريا ترخبت بزعبو تزاريبنا إنا عبي معجزة نايد ربي وسرح ربي وسرح هو سبحانه وتعالى بري أبي ترى أي علم بعلم ملو أي ترى أين ولا بتاريخ أي ترى أين عبي من قستي إذا كله مسارات زلوا بعسرت هذا معلتسك هدم فرحسي إذا قدران ربي سبحانه وتعالى بري نهلا عندنا نرئي كندي وقت تخايدو أب السودان كندي وقت تخايدو أب فلسطين أب فلسطين 7 عامات وقت تخايدو كساع حجيون نسري أي ترى خبن لكن رب سبحانه وتعالى حدا نجر كن فيكون تيلو نسر خركبيو وسيدنا محمد بشير منعم كما سمعكم أب غزة وفلسطين رب نسر خركبيو نحن ترى صالحين نخون صالحين تحركونا رب سبحانه وتعالى حقوزنايو رب سبحانه وتعالى خسرنايو إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بطعمي أنا حقوسي نزل 4 حديث سيدنا محمد زنبب كلكم كساعلوا مي ربي أطنحنا الحمد لله بهوتنان بعفيانان ربي عفيان عمرن يهابنا متمنى راح أدي معري نعاخدكم ربنا عفيان عمرن يهابكم نسخاتكم من سمعكم وكم زحادث زي أنا خاني كل سمع عني بشرط ناتي أجزتكم أفكر لكم يسخاتكم يكتم ببوه إذا ما تحافظون تدليكم كسدلكم قربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير وعند الله للساعي مصير شغلنا عن